7 8 9 10 1 2 3 4 5. السلام عليكم شباب، ايه الاخبار؟ عاملين ايه؟ معاك اخوكم محمود الهيتي. النهارده الفيديو مختلف شويه. اول 6 شهور اتمرنت فيهم، ده كان اخري في البنش، ده كان اخري في الصدر، سواء مسطح او عالي. كنت بلعب بالبار فاضي لمده 6 شهور، ما كانتش حاجه اختياريه، كانت حاجه اجباريه، انه ده كان اخري بجد. انا ابتديت اتمرن وانا عندي 16 سنه، وانا كنت رفيع جدا جدا جدا، وكنت ضعيف جدا جدا، ولغايه دلوقتي عندي المفاصل عندي ضعيفه، عشان كده اوزاني مش تقيله جدا. انا مش بعمل الفيديو دوت عشان اقول لك ان انا كنت فين وبقيت قد ايه وبقيت فين، بس على قد ما انا بعمل الفيديو دوت عشان اشجع الناس، والناس اللي لسه بادئه جديد. ان للاسف بشوف رسائل وبشوف كومنتات: يا كوتش بقالي شهرين ومش شايف نتيجه، يا كوتش بقالي 3 شهور ومش شايف نتيجه، يا كوتش بقالي 6 شهور. اول فتره ديت مش هتشوف نتيجه، اول فتره ديت انت لسه بترمي الاساس. الناس اللي بتخش بتستعجل من اول شهر شهرين، وعايز يتمرن بس صدر لوحده وظهر لوحده وباي لوحدها. ابتدي الاساس صح. المفروض زي ما الكتاب بيقول ان انت لو اساسك صح هتبني عضلات صح. يعني الفكره كلها مفروض من اول 3 ل6 شهور تمارين جنرال. والفكره للاسف في مصر مفكر كلمه تمرين الجنرال ديت يعني بس اجهزه وتلف حواليهم وخلاص. لا، الجنرال دوت هو نفس فكره التوتال بادي ورك اوت. حلو كلام. بس احنا مشكلتنا لما حاجه تتقال بالانجليزي وكذا كلمه يبقى هي كده كويسه، بس لما نقول لك جنرال الناس لا يا عم، لا جنرال ايه؟ لا، انت لما بتبتدي في الاول ماشي، انت ممكن اول اسبوعين 3 او 4 اسابيع على حسب امكانياتك انت وعلى حسب جسمك انت. ممكن في الاول بتبتدي بس بالاجهزه وخلاص، بتتمرن على الاجهزه بحيث ان انت بتحاول تهيئ جسمك ومفاصلك ان انت هتمرن حديد. بعد كده بتبتدي التمرين نفسه ممكن يزيد. هو محدش قال لك في ال3 شهور دول او ال6 شهور دول تمرينتك هتفضل زي ما هي، بس هي الفكره كلها بنفس البرنامج، نفس الهدف منه اللي هو للجسم كله. في التوتال بادي ورك اوت، في منه للمبتدئين، في منه للمتوسطين، في منه للمتقدمين. حلو كلام. فالفكره كلها اصبر، واهم حاجه تستمر. انا اتمرنت وانا عندي 16 سنه، ما قلتش لحد خالص. انا كنت من صحابي ما قلتش لحد خالص ان انا بروح الجيم، وابتديت اكل وكنت بفرم اكل. كان اهم حاجه بالنسبه لي الاكل. المكملات طبعا اياميها ايام زمان ولغايه دلوقتي لسه غاليه يعني، بس اياميها انا كنت لسه في ثانويه عامه يعني، فيا دوبك مصروفي مش عارف اجيب منه مكملات يعني. فكنت باكل اكل كتير جدا جدا، اي حاجه قدامي كنت باكلها. فاهتم بالتغذيه واهتم بتمرينك، وبلاش تستعجل. اول 6 شهور انت لو شفت حاجه يبقى انت كده كويس. ما تنساش اول 6 شهور كنت بلعب البار فاضي، ولا كنت بعرف اجيب عقله، ولا كنت اعرف اجيب متوازي. اول القصه دي اخش واقفل الفيديو على طول. اول مره دخلت الجيم كان عندنا في سيف شماعه في اسكندريه. كان الاشتراك 20 او 24 جنيه. لو كان بتروح 3 مرات في الاسبوع. كنت جايب، كان اخويا عنده جوانتي بتاع العجل، فاخدته قلت اروح اتمرن بقى بيه بقى، انا رايح بقى الجيم وكده. هو فاول لما دخلت كان في واحد الله يمسيه بالخير، احنا دلوقتي يعني بقينا بعديها اصحاب يعني، بس كنت اول مره اشوفه. كان هو اكبر مني في السن جدا، اسمه وليد. فقال لي تعالى انت رايح فين؟ قلت له اتمرن. قال لي وايه اللي في ايدك دوت؟ قلت له جوانتي عشان الحديد. قال لي حديد ليه؟ هتشيل بيهم 5 كيلو؟ فانا الكلمه بالنسبه لي طبعا 5 كيلو اياميها كانت كتير، فاللي هو الكلمه بالنسبه لي انا بحسبه بيهزر، فلقيته فعلا بيتكلم بجد. قال لي تعرف تجيب عقله؟ قلت له لا. قال لي تعرف تعمل متوازي؟ قلت له لا. قال لي ولابس جوانتي؟ طب امشي. فانا الموضوع نفسه زمان اياميها كان عندي 30 سنه، فالكلام دوت من 14 سنه، من 14 سنه. زمان اياميها الجيم كان بس للناس اللي بتلعب حديد، للناس الكبيره، ما كانش فيه زي دلوقتي، ما كانش فيه حاجات متاحه الواحد يتعلم. فالواحد مر بايام صعبه اياميها، بس كانت ايام حلوه جدا وذكريات كانت كويسه جدا. هدفي بعديها كان ان انا اعرف اجيب عقله واعرف اجيب متوازي. بعد 6 شهور ابتديت اعرف ازود شويه في الاوزان. فاول 6 شهور دول ما كنتش حاطط اي هدف ليا خالص، ولا كنت قلت عايز بس صورتي تتحسن. فتاني مره ما تستعجلوش،
واصبروا على نفسكم شويه. يلا، السلام عليكم شباب.